بتبدأ أحداث فيلمنا النهارده بشخص اسمه تومي وهو ماشي زي المجنون في الشارع، وفجأة بيهجم على ضابط شرطة يضربه في وسط الشارع من غير أي سبب. وأول ما بيتجمعوا حواليه الضباط والعساكر بيفرح وبيسلم لهم نفسه بسهولة ومن غير أي مقاومة. بعدها بيتحول على المحكمة وبيتحكم عليه بالسجن 2 في سجن جرافزمير بتهمة التعدي على ضابط شرطة، والغريبة إنه بيضحك وفرحان بالحكم. وأول ما بيرجع على القسم بيضربوا الضابط اللي اعتدى عليه بالضرب أدب ليه. بعدها بياخدوه في عربية الترحيلات وبيرحلوه على السجن، واثناء ما بيكون في الطريق بيفتكر حبيبته اليزا. بعدها بيوصل على السجن وبيستقبله 2 ضباط من ضمنهم شخص اسمه ناش، وبيبداوا ياخدوا منه متعلقاته الشخصيه وبيسلموه لبس السجن. فبيحولوه بعدها على الدكتوره النفسيه عشان يعرفوا من كلامه اذا كان شخص مسالم ولا عدواني وبيحب العنف. فبتلاحظ انه شخص طيب لكن بتستغرب سبب حاله الاكتئاب اللي فيها. بعدها بياخدوه الضباط على زنزانته وبيفضل يبص حواليه، وبيلاحظ ان المساجين بيرموا مناديل مولعه من الشبابيك وفي حاله تمرد. وقتها بيقعدوا ناش مع مسجون اسمه هاري، وقبل ما يسيبه وبيمشي بيحذروا انه يلعب معاه او ما ينفذش كلامه، فبيهددوا بالحبس الانفرادي لو عمل اي مشاكل. فجأة بيرن جرس الانذار وبينادوا العساكر على ناش يعرفوني في شخص انتحر، وبسرعة بيتحرك ناش ولما بيوصل له بيلاقيه خلاص مات. وقتها بيتكلم هاري مع تومي وبيعرفوا انه كل فترة مسجون بيشنق نفسه عشان يخلص من قرف السجن، فبيسألوا عن سبب دخوله السجن وبيقرب منه تومي وبيعرفوا انه داخل علشان ينفذ العدالة. فبيخاف هاري منه وبيحاول يتجنبه. وقتها بيبقى ناش متضايق لانه طبعا اتحط في مشكلة. وفي الوقت ده بنرجع بالاحداث فترة بسيطة وبنشوف اعمال شغب وتخريب في البلد. ووقتها بيستغل شاب اسمه جايك واصحابه ميسون وانجل وايساي اعمال الشغب، وبيقرروا يسرقوا محل مجوهرات كبير. فبيجهزوا نفسهم وبيخرجوا بالموتوسيكلات يهجموا على المحل يكسروه وبيسرقوا كل المجوهرات اللي فيه. ولما بيحاول حارس الامن يمنعهم بيضربوا جايك بالنار يخلص عليه. بعدها بيتحركوا بسرعه وبيروحوا يخبوا الموتوسيكلات في مخزن وبيسرقوا عربيه عشان يتحركوا بيها. وبيتخانق ميسون مع جايك لانه ما كانش عاوز يتورط في القتل، فبياخد جايك المسروقات وبيروح يديها لحبيبته جابي وبيطلب منها تخبيها كويس. فبياخد منها ساعه وبيلبسها وبيسيبها وبيمشي. وبيطلب منه ميسون وقتها يوصله بيته عشان يطمن على مراته وبنته، لكن بيقابلوا دورية شرطة، وطبعا لما بيعرفوا ان العربية مسروقة بيبقوا عاوزين يقبضوا عليهم، فبيطلعوا يجروا على امل يهربوا منهم لكن بيتمسكوا في الاخر. في الوقت ده بنشوف تومي وهو شغال عامل في مبنى تحت الانشاء، وبتبقى حياته هادية ومستقرة، بيبعد عن المشاكل وما بيشربش اي نوع من انواع المخدرات عشان خاطر حبيبته اليز. فبعد ما بيخلص شغل بيروح لاليزا المستشفى وبتكون حامل، واول ما بتشوفه بتعرفه انها زعلانة منه عشان اتاخر عليها. فبيترجى تومي تسامحه وبيسألها عن نوع الجنين، وبيفرح جدا لما بتعرفوا انه ولد، وبياخدها وبيمشوا وهم في قمة سعادتهم. واثناء ما بيكونوا خارجين بيخبط في شاب بلطجي لكن بيرفض يتخانق معاه وبيسيبه وبيمشي. هنا بنرجع للحاضر وبنشوف ناش وهو بيصحي المساجين وبيأمرهم يتحركوا بسرعة. بينزلوا بعدها على المطعم وبيعرفوا هاري ان الاكل وحش جدا، وبيبدأ يعرفوا على المساجين، وبيبقى منهم مجموعة اشخاص بيدعوا للاسلام وزعيمهم شخص اسمه ماكي. وقتها بيسألوا تومي في مسجون اتقتل قبل كده، فبينكر هاري وبيعرفوا انهم بينتحروا من نفسهم. وبيرجع تومي يسألوا عن ميسون وايساي وجايك. فجأة بيخبط فيه انجل وبيبدأ يرخم عليه من غير سبب وبيرمي له الاكل بتاعه في الارض، وبيضحك جايك من تصرف صاحبه. بعدها بيروحوا المساجين لساحة السجن، فبيقف تومي في جنب يبص عليهم من بعيد، فبيلاحظ ان ناش قريب من جايك وعلاقتهم كويسة، وبيأكد له هاري المعلومة. وكمان بيعرفوا ان ميسون وجايك متخانقين وطول الوقت في بينهم مشاكل، عشان كده انضم الماكي. وقتها بيروح واحد من المساجين يشتري من جايك مخدرات، ولما بيضحك عليه بيتعصب وبيهجم عليه، لكن جايك وفريقه بيمسكوه يضربوه وبيعمل ناش نفسه مش واخد باله. بعدها بياخد تومي مهمة تنظيف السجن، واثناء ما بيكون شغال بيلاقي ناش داخل الزنزانة لجايك واصحابه، وهنا بنعرف انه بيشرب معاهم مخدرات وعشان كده بينفذ لهم كلامهم، وكمان مش بيعاقبهم على اي مشاكل بيعملوها مع المساجين. هنا بنرجع للماضي مرة تانية وبنشوف اليزا وهي بتحقق مع جايك، وبنعرف انها محققة مراقبة، فبتحاول تستجوب جايك باسلوب كويس، لكن بيتعصب عليها وبيحكي لها انه ملوش عيلة وامه كانت بتسيب عشيقها يعذبه وهو صغير من غير ما تدافع عنه. وبتفهم إليزا وقتها انه مريض نفسي وبتحاول تهديه، لكن بيرفض وبيسيبها وبيخرج من الأوضة. تهجم إيساي عليها وقتها بالضرب، وبيوقفوا جايك وبيعرفوا ان في كاميرات مراقبة في المكان. فبيسمع وقتها في الأخبار عن سرقة محل المجوهرات، وبيعرف ان الساعة اللي لابساها فيها جوهرة نادرة. وقتها بتشوف إليزا الساعة في ايده وبتفهم انهم ورا عملية السرقة، فبياخد اصحابه وبيمشوا وبيقرر يخلص عليها قبل ما تبلغ عنهم، وبيطلب من ميسون ينفذ، ولما بيرفض بيتعصب عليه
عليه وبيعرفه انه هينفذ غصب عنه. فبعد ما بتخلص إليزا شغلها بتمشي وهي خايفة، وبتتصل على تومي تطلب منه يرجع البيت بسرعة وهي بتعيط. واول ما بتركب عربيتها بيهجم شخص مقنع عليها يكسر ازاز العربية وبيفضل يضرب فيها لحد ما بتفقد الوعي. هنا بنرجع للحاضر وبنشوف تومي وهو بيتمشى وسط المساجين وبيبص على الاماكن اللي فيها كاميرات المراقبة. وقتها بيقرب من إيساي وبيطلب منه جرعة مخدرات، وبيتفق معاه انه هيروح له زنزانته علشان ياخدها منه. واول ما بيخرج جايك واصحابه من الأوضة بيلاقيهم بيبيعوا المخدرات في الممر للمساجين. بعدها بيروح صالة الجيم يتمرن، وفجأة بيلاقي المسجون اللي جايك ضربه بيهجم على أنجل بيحاول يقتله بسكينة، لكن أنجل بيضربه باليد في وشه. ولما بيستغيث المسجون بناش بيعمل نفسه مش شايفه لحد ما جايك واصحابه بيضربوه بيعلموه الأدب، وكمان بيقطع له جايك وشه بالسكينة. بعدها بيرن جرس الإنذار وبيدخلوا الضباط ياخدوا المسجون للدكتور. هنا بنرجع للماضي وبنشوف إليزا وهي في المستشفى وبنلاقي وشها متشوه من أثر الضرب، وبيبقى تومي قاعد جنبها منهار. وأول ما بتفتح عينيها بيحاول يعرف منها مين اللي عمل فيها كده، لكن بترفض تعرفه. في نفس الوقت بيحاول الضابط يحقق مع جايك وميسون عشان يعرف مين فيهم اللي ضرب إليزا، لكن طبعا ما بيقدرش يعرف منهم أي معلومات، وبيدخلوا السجن في تهمة سرقة العربية بس. في الوقت ده بتتدهور حالة إليزا وبيحصل لها نزيف شديد وبتخسر بسببه ابنها. هنا بنرجع للحاضر وبنشوف تومي وهو بيتمرن بكل قوته وبيصرخ من شدة الألم اللي حاسس بيه بسبب اللي حصل لحبيبته. في الوقت ده بيعلن ميسون إسلام وبيفضل قاعد طول الوقت مع ميكي، فبيروح له تومي وبيعرفه انه مش هيقدر يكفر عن أخطائه بالدخول في الإسلام، وبيعرفه ميسون انه قرر يتوب وبيطلب منه يساعده وبيعرض عليه ينضم ليهم. فما بيبقاش ميسون فاهم سبب كره تومي ليه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح تومي لإيساي، واول ما بيلاقيه لوحده في الأوضة بيهجم عليه يضربه زي المجنون، وبيعرفه انه حبيب إليزا محققة المراقبة. فبيحاول إيساي يفهمه انه ملوش علاقة باللي حصل لها، وبيعرفه انه جايك هو اللي وراه لانه كان خايف تبلغ عنهم الشرطة. فبيفضل تومي يضربه وبيكسر عليه الكرسي زي المجنون وبيسيبه وبيخرج بعد ما بيخلص عليه. وقتها بنرجع للماضي وبنشوف إليزا وهي زعلانة، وبنعرف ان بسبب النزيف اللي حصل لها شالت الرحم ومش هتقدر تخلف مرة تانية. فبتقرر تسيب البيت لتومي وتبعد عنه، وبيترجاها تفضل معاه وبيأكد لها انه مش عاوز اطفال، لكن بترفض تصدقه وبتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بيقرر ينتقم لها ويرجع لها حقها، وبيطلب من واحد صاحبه يعرفه مين ورا ضربها بالشكل ده، وفعلا بيعرف. فلما بيعرف انهم في السجن بيقرر يدخل لهم، وعشان كده بيضرب الضابط. بعدها بنرجع للحاضر وبنشوف هاري وهو بيتعصب عليه بسبب اللي عمله في إيساي، فبيحكي له تومي اللي عملوه مع حبيبته، وبيعرفه انه مش هيرتاح غير لما يحقق العدالة وينتقم منهم. ومن خلال كلامهم بنعرف ان إيساي مش هيتحرك مرة تانية وهيفضل تحت الرعاية الطبية مدى حياته. واثناء ما بيتكلموا بيلاقي جايك واصحابه بينادوا عليه، فبياخدوه على زنزانتهم وبيعرفوا جايك انه عارف كويس انه ورا ضرب إيساي، وبيأكد له انه مش متضايق منه لانه في الفترة الأخيرة كان بيشتغل لحسابه وكانوا عاوزين يخلصوا منه. تاني يوم بيروح تومي للمسجون اللي جايك قطع له وشه وبيطلب منه يساعده، فبيحكي له انه عاوز ينتقم من جايك واصحابه وبيطلب منه يعلمه ازاي يصنع سلاح زي اللي كان معاه. وبيوافق المسجون طبعا بس مقابل انه يجيب له حق، وبيبدأ يعلمه ازاي يصنع السلاح من الشوكة البلاستيك. فبينفذ تومي كل كلامه لحد ما بينجح وبيصنعه، وبيروح له ناش يعرفه انه مبسوط بانضمامه لجايك واصحابه. فبيحكي له انه جايك قال له انه هيساعدهم وبيأكد له انه هيدعمه زي ما بيدعمهم. بعدها بيروح ميسون يتكلم معاه وبينصحه يبعد عن جايك وفريقه لانه شخص خطير ومؤذي. فبيحكي له انه بعد عن كل الغلط علشان بنته ومراته. في الوقت ده بيتخانق ناش مع زميله عشان بياخد الكوتشيات واللبس اللي بيجوا للمساجين، وبنلاحظ ان ناش عنده نقص مادي وده مسبب له عقده وبيخليه يحقد على كل اللي حواليه، فبيطلع غبائه ده في ضرب المساجين وتعذيبهم. وقتها بيدخل انجل على هاري الحمام يتهجم عليه عشان يكلم اهله ويطلب منه يحولوا فلوس على حسابه مقابل انه يبعد عنه ويبطل ضرب فيه. في الوقت ده بيدخل تومي عليهم وبيهجم على انجل يضربه بكل قوته، لكن مهارات انجل في القتال بتكون اعلى منه ما بيبقاش قادر عليه. وهنا القدر والحظ بيلعبوا لعبتهم وبيتزحلق انجل في الصابون اللي واقع على الارض يقع على راسه ويموت.
فبيخرجوا من الحمام بسرعة قبل ما حد يشوفهم يرجعوا زنزانتهم، وبيخبي تومي السلاح اللي معاه. وقتها بيشكروا هاري على مساعدته وبيأكد له تومي انه عمل كده بدافع الانتقام، فبيحكي له ان مراته كانت حامل وهم ضربوها لحد ما فقدت ابنهم. بيخرجوا بعدها لساحة السجن وبيوافق هاري يساعده في انتقامه، وطبعا بيبصوا له كل المساجين وهم متأكدين انه ورا اللي حصل، فبيبقى جايك عامل زي المجنون، اما ميسون بيبقى باين عليه الخوف والتوتر. بعدها بيدخلوا السجن مرة تانية وبيهجم تومي على صاحب جايك في الحمام يخنقه من رقبته لحد ما بيفقد الوعي. بعدها بيروح لجايك يعترف له انه ورا قتل انجل وايساي وبيفكروا باللي عمله مع إليزا، لكن جايك بيعرفه ان ميسون هو اللي ضربها وبيأكد له انه ملوش اي علاقة. وفجأة بيدخل عليهم صاحب إيساي وبيبدأوا يهجموا عليه يضربوه انتقاما لاصحابهم، وقبل ما يخلصوا عليه بيدخل عليهم ناش وبيعرفهم انهم هيتسببوا له في مشكلة كبيرة، فبياخد تومي يدخله الحبس الانفرادي وبيعذبه بطريقة بشعة جدا. وقتها بيروح جايك لميسون يأمره اول ما يخرج بعد اسبوعين يخلص على إليزا، ولما بيرفض بيهدده انه هيعتدي على بنته الصغيرة، فبيشرب ناش لحد ما بيسكر، وبعدها بيدخل لتومي يضربه ويعذبه. بعدها بتمر الدكتورة النفسية على الحبس الانفرادي، ولما بتشوف الحالة اللي تومي فيها بتتصدم وبتحاول تهديه، فبتخرج تروح لمدير السجن وبتعرفه ان ناش بيبيع المخدرات للمساجين وكمان بيعذبهم في الحبس الانفرادي. وبيروح مدير السجن لناش يأمره يخرج المساجين من الحبس الانفرادي. تدخل الدكتورة تخرج تومي وبتبدأ تعالجه. وقتها بيتعصب مدير السجن على ناش، لكن ناش بيتكلم معاه بوقاحة وبيعرفه انه المسؤول عن السجن، يعني لو حصل تحقيق هو اللي هيبقى مسؤول. فبيتعصب مدير السجن من تهديد وبيقرر ما يبلغش عنه علشان ما يتورطش معاه. بعدها بيروح ميسون لتومي زنزانته وبيأكد له انه ملوش علاقة باللي حصل لحبيبته، وبيعرفه انه هو رفض يضربها. وقتها قرر جايك ينفذ بنفسه، وبيحكي له ان جايك راح له وطلب منه يقتلها اول ما يخرج، وكمان هدده بالاعتداء على بنته الصغيرة. فبيترجى يخلص على جايك لانه هيدمر حياة بنته لو ما نفذش كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبيصدقوا وقتها تومي، وخصوصا لما بيشوف جايك بيبص لبنته ومرات ميسون اثناء الزيارة. بعدها بيتفق تومي مع هاري على الخطة اللي هيقتل بيها جايك، ولما بيخرجوا المطعم السجن بيقف هاري ينادي على المساجين، فبيعرفهم ان الاكل وحش وانهم يستحقوا يتعاملوا افضل من كده وبيحسوهم على التمرد. وفعلا بيبدأ المساجين يتمردوا وبيهجموا على ناش والعساكر يضربوهم لحد ما بيعلموهم الادب وخصوصا ناش. اما تومي بيهجم على صاحب جايك يضربه لحد ما بيخلص عليه. بعدها بيروح ياخد سلاحه وبيدور على جايك في كل مكان لحد ما بيلاقيه وبيحصل ما بينهم قتال، لكن جايك بتبقى مهارته في القتال اعلى وبيهجم عليه يضربه وبيقدر يسيطر عليه. وقتها بيوصل الدعم وبيحاولوا يسيطروا على المساجين، فبنرجع لجايك وهو بيعترف لتومي انه ورا اللي حصل لحبيبته وهيكمل عليها كمان لما يخرج من السجن. وقتها بيتجنن تومي وبيطلع السكينة من جيبه ويضربه في قلبه وبيقتله، وبيفضل يصرخ زي المجنون لان عينه بتكون راحت بسبب ضرب جايك فيها. فبيشيلوه فريق الدعم وبيدخلوه المستشفى. بعدها بيخرج ميسون من السجن وبيقرر انه يبدأ حياة جديدة ونظيفة. لما تومي بيخرج من المستشفى بعين واحدة بيبقى زعيم المساجين والكل بيحترمه وبيخاف منه. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والشير واشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد اول باول، وما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. نشوفكم في الملخصات اللي جاية. سلام.